الأخبار الموجزة ليوم الاثنين. حسب تصريحات المديرية العامة للمخابرات، إن قواتها أفرجت عن رجل أعمال في كابول من براثن الخاطفين وسلمه لأسرته. يقول المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية المولوي ذبيح الله مجاهد: يبدو من الوضع الحالي لداعش أنه يواجه الانحدار في أفغانستان. تم إلغاء استمارات الإرسال على الفواكه والخضروات الطازجة في جميع الدوائر الجمركية. قال نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: سيقوم اليوم السفير المعين من قبل إمارة أفغانستان الإسلامية مولوي فضل محمد حقاني وفريقه بأداء شؤون السفارة الأفغانية في طهران رسميا. عاد العقيد محمد نادر المساعد الإداري لشرطة الحدود بالمنطقة الرابعة من الإدارة السابقة في مقاطعة هرات والمفوض السابق لشرطة الحدود في مقاطعة فرا إلى بلاده من إيران عبر لجنة الاتصال مع الشخصيات الأفغانية. أعيد فتح الطريق السريع بين كابول وجلال آباد أمام حركة المرور بعد إغلاقه بسبب انقلاب الناقلة. أصدرت محاكم ميدان وردج 246 وثيقة بالإضافة إلى الفصل في 167 قضية خلال أسبوعين ماضيين. أكد مسؤول إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية خلال زيارتهم لقندهار أنهم سينفذون المرسوم الصادر عن سماحة أمير المؤمنين بشأن منع زراعة الخشخاش في جميع أنحاء البلاد.